لسه طلعوها من المية وغطوها على طول وراحوا متصلين بالشرطة إنهم لقيوا الجثة أو باقي الجثة التاني. وهنا بقى الشرطة أول ما وصلت للمكان وأخيرا هتمسك دليل، اتفاجئوا واتصدموا هما والمحققين اللي كانوا معاهم، وده لأنهم شافوا حاجة عمرهم ما شافوها قبل كده. الجثة كانت متقطعة لتلات أجزاء، ولكن الوش نفسه كان متشوه ومفصول، ملهوش أي ملامح ولا أي معالم تدل مين الجثة دي. الجريمة دي بالشكل الوحش ده ما تطلعش غير من شخص فعلا قاتل وشخص ذكي إنه يقدر يفصل تلات أجزاء من الجسم ويرميهم كل جزء في مكان. ولكن بقى هنا الشرطة والمحققين أمروا الغواصين على طول إنهم ينزلوا يدوروا في الترعة تاني على الكيس التالت، والكيس التالت ده كان متوقع إنهم هيلاقوا فيه راس الجثة. وفعلا بعد ما الغواصين بدأوا وعلى مدار يومين يدوروا في الترعة، قدروا إنهم يطلعوا جزء التالت بتاع الجثة، والجزء ده كان الراس بقى دي لما شافوها عرفوا إنها بتاعة شاب صغير في السن. هنا الشرطة صورت المكان كله، صوروا الراس لأن ده اللي هيدلهم مين الشخص ده، وبعتوا الأجزاء التلاتة بعد ما اكتملت للطب الجنائي عشان يدلوهم على صاحب الجثة دي. وعلى طول طلعوا المركز شرطة ديروت عشان يدوروا على أي بلاغ اختفاء حد مقدمه من فترة. وفعلا لقيوا إن في أهل مقدمين إن ابنهم اختفى وكان في نفس سن الضحية، فهنا اتصلوا على طول بالأهل وقالوا لهم تعالوا عشان يمكن الجثة دي تكون بتاعة ابنكم اللي بتدوروا عليه. ولما أهل الجثة دي وصلوا وقدروا فعلا إنهم يتعرفوا على الجثة، وبدأوا بقى في الصويت والصراخ والحاجات اللي زي كده. ونعرف بقى إن الشاب ده كان اسمه أحمد وعنده 28 سنة. كان الكل بيشهد إنه جدع وشهم وكمان طيب. المهم إن أحمد ده وهو عنده 23 سنة هو ساكن في قرية جنب القرية اللي لقيوا فيها الجثة. لما كان عنده 23 سنة قرر إنه هينزل القاهرة عشان يتعلم صنعة، وفعلا بعد 3 سنين بس قدر إنه يتعلم صنعة السباكة، وبقى أشطر سباك كمان في القرية اللي كان ساكن فيها. ولكن بعد ما قدر انه يجمع فلوس كويسة قرر هنا انه هيشتري عربية يشتغل عليها في بلده الام اللي هي اسيوط عشان يعيش وسط اهله وناسه. وكمان احمد كان معروف انه بيساعد دايما اهله كلهم وما بيبخلش عنهم باي حاجة، لانه لما اتعلم السباكة كان اتعلم حاجات تاني قبل ما يتقن السباكة نفسها، فكان اي حد محتاج اي حاجة بيروح يعملها له لوجه الله. المهم ان هنا الشرطة لما عرفوا الكلام ده كله بدأوا بقى يسألوا اهله هل في خلافات مع اي حد